إذا كنت تبحث عن المهارة فعنوانك سيكون واحدا، وإذا كنت تبحث عن المتعة فعنوانك أيضا سيكون واحدا. أما إذا كنت تبحث عن الأهداف فغالبا سيكون عنوانك واحدا. وإذا أردت إيجاد كل هذه الخصال في شخص واحد فحتما سيكون الظاهرة رونالدو لويس نازاريو دا ليما. في يوم 28 من شهر آب أغسطس لسنة 1994 فتحت كتب تاريخ كرة القدم الأوروبية لتكون شاهدة على ولادة أسطورة لن يكون لها مثيل. فقد كان الشرف لنادي فيتاس الهولندي بأن يكون أول ناد يواجهه الظاهرة في الملاعب الأوروبية بعد أن وقع عقدا رفقة نادي PSV ايندهوفن. وبطبيعة الحال لم يكن رونالدو ليترك حدثا كهذا دون أن يضع بصمته فيه. سجل رونالدو أول أهداف PSV في تلك المباراة، وقدم تمريرة حاسمة أهدى بها الهدف الرابع لزميله، وكان ذلك وسط انبهار تام من كل الحاضرين في الملعب، وعلى رأسهم مدرب الفريق إيدي موس الذي كان متأكدا من أن رونالدو لاعبا استثنائيا ولكن ليس لهذه الدرجة. في اليوم التالي لم يكن للصحافة الهولندية حديثا سوى على الشاب البرازيلي الذي لم يتجاوز سنه بعد 17 سنة، ومن هنا بدأت حكاية الظاهرة في الملاعب الأوروبية. لم تكن انطلاقة رونالدو في البرازيل سهلة، فبعد تألق دام ل3 سنوات مع مركز سوسيال راموس تم اختيار رونالدو بالإضافة إلى 400 لاعب شاب آخر لإجراء اختبار في نادي فلامينغو. وبالفعل نجح الظاهرة في إقناع كشافي نادي فلامينغو في المرحلة الأولى من الاختبارات، ولكن جرت الرياح بما لا يشتهيه الظاهرة، فتلك الموهبة الكبيرة لم يكن لديها ثمن تذاكر الحافلة للانتقال والمشاركة في المرحلة الثانية من الاختبارات. وكتب على رونالدو أن تطول فترة إقامته في مركز سوسيال راموس لسنة أخرى. بدأت شهرة رونالدو تتسع في الملاعب البرازيلية، فرونالدو وبعد تلك الحادثة قرر كسب بعض الأموال، فأصبح يشارك في مباريات الحواري في شوارع ريو، وذلك ليجمع بعض النفقات من الرهانات التي كانت توضع عليه. حتى شاهده مدرب فريق الشباب لنادي ساو كريستوفاو الناشط ضمن فعاليات دوري الدرجة الثانية البرازيلية، وقرر وقتها إلحاقه بالفريق. وفي أول مبارياته سجل الظاهرة ثلاثية أمام نادي تومارينو في مباراة تفوق فيها فريقه بنتيجة 5 أهداف لهدفين، وأنهى رونالدو الموسم بتسجيل 44 هدفا، وهذا ما أدى إلى تهافت وكلاء اللاعبين عليه، حتى وقع عقدا مع اللاعب البرازيلي السابق جارزينو الذي تعهد بتسويقه. ولكن مهمة جارزينو لم تكن صعبة، فقد سوق رونالدو نفسه بنفسه. فبعد تألقه مع شباب نادي ساو كريستوفاو تلقى الظاهرة استدعاء من المنتخب البرازيلي للشباب للمشاركة مع المنتخب في بطولة أمريكا الجنوبية للاعبين الذين سنهم أقل من 17 سنة في فبراير من سنة 1993. ورغم فشل البرازيل في التتويج باللقب إلا أن رونالدو أثبت علو كعبه، وتمكن من تسجيل 8 أهداف في 8 مباريات شارك فيها، وبدأ تهافت أكبر الأندية البرازيلية للفوز بخدمات رونالدو. لم يكن رونالدو يفكر كثيرا في المشروع الرياضي، بل كان هدفه الأول وقتها هو جمع الأموال من أجل تغطية مصاريفه ومصاريف عائلته، ولذلك تعاقد مع نادي كروزيرو صاحب المركز ال15 حينها مقابل مبلغ 25,000 دولار. وسرعان ما التحق الظاهرة بالفريق الأول رغم أن سنه لم يتجاوز 16 سنة حينها، وتمكن من تسجيل 5 أهداف في أول مبارياته في الدوري البرازيلي أمام نادي باهيا في المباراة التي انتهت بفوز نادي كروزيرو بنتيجة 6 أهداف ل0. وتمكن الظاهرة من قيادة فريقه للفوز بكأس البرازيل، ولعب رفقة نادي كروزيرو سنة واحدة سجل خلالها 55 هدفا في 58 مباراة شارك فيها، ولم يترك أي خيار
لمدرب منتخب البرازيل حينها كارلوس ألبرتو سوى استدعائه لتمثيل منتخب السامبا في كأس العالم لسنة 1994. قبل بداية المونديال كانت المفاوضات قد تقدمت فعلا بين نادي كروزيرو ونادي PSV ايندهوفن من أجل الحصول على خدمات رونالدو. وفي كأس العالم لم تكن هنالك فرصة كبيرة لابن 17 سنة للعب كأساسي في ظل وجود مهاجمين كروماريو وبيبيتو. ورغم تواجده في الدكة طوال المسابقة إلا أنه كان أول مونديال يتوج به الظاهرة في مسيرته. بعد عودته من المونديال كان على رونالدو المشاركة في آخر مبارياته رفقة نادي كروزيرو أمام نادي بوتافوغو في الدوري البرازيلي، وانتقل بعدها إلى نادي PSV ايندهوفن مقابل مبلغ 6 مليون يورو. لم يتأقلم البرازيلي في هولندا. لم يكن رونالدو يتحدث سوى البرتغالية، وكان من الصعب جدا عليه فهم اللغة الهولندية والتواصل مع المحيطين به بما في ذلك مدرب الفريق. ولكن لم يؤثر هذا الأمر على أداء رونالدو على أرض الملعب، فالظاهرة كان هدافا بالفطرة، وكل ما كان يحيط به لم يكن سوى شكليات. فقد تحدث رونالدو مع الهولنديين بلغة الأهداف. أول مباراة للظاهرة كانت أمام نادي فيتاس في الجولة الأولى من الدوري الهولندي، وبدون الكثير من المقدمات سجل رونالدو أول أهدافه وقدم تمريرة حاسمة، ودخل المباراة الثانية أمام نادي جو هيد إيجلز وواصل صناعة مجده وسجل ثنائية. ومن بعدها تتالت المباريات وتتالت أهداف الظاهرة، وشارك في ذلك الموسم لأول مرة في مسيرته في اليوروبا ليج. ولكن الثلاثية التي سجلها في مرمى نادي باير ليفركوزن لم تشفع لنادي PSV ايندهوفن الذي خرج من الدور الأول أمام النادي الألماني بعد هزيمته بنتيجة 5-4. أنهى رونالدو موسمه الأول في أوروبا كهداف للدور الهولندي بعد أن سجل 30 هدفا في 33 مباراة شارك فيها، بفارق 12 هدفا عن أبرز ملاحقيه باتريك كلويفرت. ولكن رغم أن رونالدو أمطر شباك الأندية الهولندية بالأهداف، إلا أن دفاع الفريق السيء تسبب في إنهاء الدوري في المرتبة الثالثة. في الموسم اللاحق غير نادي ايندهوفن مدرب الفريق أدي مونس وعوضه بالمدرب ديك أدفوكات، والذي تزامن وصوله للفريق مع إصابة الظاهرة على مستوى ركبته اليسرى، تلك الإصابة التي لاحقت اللاعب طوال مسيرته. وبالرغم من كثرة فترة الغياب إلا أن رونالدو عاد ونافس حتى الرمق الأخير على لقب أفضل هداف في الدوري، لكنه فشل في تحقيق اللقب وسجل 12 هدفا في 13 مباراة شارك فيها. وفاز رفقة PSV بكأس هولندا، وتحصل الفريق على المرتبة الثانية في الدوري. مع نهاية الموسم بدأت تظهر بعض الخلافات بين المدرب الجديد للفريق ورونالدو، حيث أن تصريحات المدرب لم تعجب الظاهرة بعدما قال ديك أدفوكات أن رونالدو ليس مثل روماريو وبإمكانه الالتحاق ببرشلونة إذا أراد هو ذلك. فرد عليه رونالدو بتصريح قائلا: نعم، لا أريد أن ألعب معك وأود الذهاب إلى إسبانيا. لم يكن لإدارة نادي PSV ايندهوفن سوى تلبية رغبة الرجلين والسماح لرونالدو بالمغادرة، ولكن الرقم الذي طلبه نادي PSV كان فلكيا حينها وغير مسبوق. طلبت إدارة الفريق من نادي برشلونة مبلغ 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع رونالدو، ولكن بعد العديد من المساعي من أكثر من طرف نزل نادي PSV من مطالبه المالية إلى مبلغ 18 مليون يورو، وهو ما وافقت عليه إدارة البرسا، وتم التعاقد مع الظاهرة في صفقة قياسية. وقع رونالدو عقدا طويل الأمد مع البرسا يمتد ل8 سنوات، ولكن بشرط جزائي يقدر ب30 مليون يورو، وهذا ما كان حينها يصعب على أي ناد دفعه في ذلك الوقت.
وفي أول مبارياته تمكن من تسجيل هدفين وتقديم تمريرة الهولندي وذاكرة متابعي النادي الكتالوني. الهدف الذي سجله أمام نادي كومبوسلي بعد أن انطلق بالكرة من مسافة 35 مترا وراوغ ب4 لاعبين، قد أنهى الموسم بتسجيل 47 هدفا في 49 مباراة شارك فيها. ومع حلول الصيف طلب رونالدو من إدارة البلاوغرانا مراجعة عقده والترفيع في الراتب الذي إدارة برشلونة وقتها بقيادة الرئيس جوزيب لويس نونيز لم تقدر خطورة الموقف، وكانت تظن أن الشرط الجزائي الموجود في عقد رونالدو من المستحيل أن يتمكن أي نادي في العالم من كسره. ولكن حدثت المفاجأة، فقد جمع رئيس نادي انتر ميلان ماسيمو موراتي المبلغ بالكامل بعد حصوله على العديد من الاستثمارات من أجل الفوز بخدمات رونالدو. وبالفعل تم كسر عقد اللاعب مع البرصا، وانضم رونالدو إلى نادي انتر ميلان مقابل مبلغ 30 مليون يورو. بدأ رونالدو الموسم بفوزه بالكرة الذهبية بعد الأداء المميز الذي قدمه مع البرصا، ولكن تعاقد رونالدو مع الانتر فتح النار على إدارة الفريق التي دفعت مبلغا خيالي من أجل التعاقد مع لاعب من الصعب عليه التأقلم مع أجواء الدوري الإيطالي بسبب قلة المساحات في الكالتشو، وكان هذا حسب رأي الصحافة الإيطالية حينها. ولكن رونالدو بطبعه يعشق كسر الأرقام القياسية، فتمكن من تسجيل 25 هدفا في أول موسم له رفقة الانتر، وهو رقم قياسي بالنسبة للاعب يلعب أول مواسمه في الكالتشو. وأنهى الموسم كثاني أفضل هداف للدوري بفارق هدفين فقط على النجم الألماني أوليفيه بيرهوف، والذي كان يلعب لفائدة نادي أودينيزي. وقد يسأل البعض عن سبب شهرة رونالدو بلقب الظاهرة. هذا اللقب كانت قد أطلقته عليه الصحافة الإيطالية في أول موسم له مع الانتر بعد أن سجل ثلاثية في كأس إيطاليا أمام نادي بليزنسي. حقق رونالدو لقب اليوروبا ليج في أول مواسمه مع الانتر بعد أن سجل في النهائي أمام نادي لازيو، ولكن عجز الفريق على الفوز بالدوري، وأنهى الموسم في المرتبة الثانية خلف نادي يوفنتوس. ومع نهاية الموسم حان الوقت لرونالدو ليعود لمنتخب البرازيل، ولكن هذه المرة لم يكن لمجرد المشاركة، بل لقيادة السامبا للقبه الخامس في المونديال. كان البرازيل المرشح الأول للمحافظة على اللقب، وكانت جميع الأنظار متجهة نحو الظاهرة الذي عجز عن التسجيل في المباراة الأولى أمام منتخب اسكتلندا، والتي انتهت بفوز البرازيل بنتيجة 2-1. ولكن المباراة الثانية والتي جمعت البرازيل بمنتخب المغرب ظهر فيها رونالدو وبقوة، وتمكن من تسجيل هدف في الدقيقة 9 من عمر المباراة بعد تمريرة حاسمة من ريفالدو، وقدم في الدقيقة 50 تمريرة حاسمة للمهاجم بيبيتو لتنتهي المباراة بفوز البرازيل بثلاثية نظيفة. ولكن في المباراة الأخيرة للمجموعة حدثت أول مفاجأة في المونديال بعدما عجز البرازيل عن الفوز على منتخب النرويج في مباراة تشوبها حتى الآن شبهات تلاعب، والتي أدت إلى تأهل منتخب النرويج للدور الثاني من البطولة وخروج منتخب أسود الأطلس. انطلاقا من الدور 16 انتفض الظاهرة وانتفض معه منتخب السامبا. كان البرازيل على موعد لمواجهة منتخب الشيلي، وكما كان متوقعا ضرب منتخب البرازيل منتخب الشيلي برباعية، وتمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45 من ضربة جزاء، والهدف الرابع في الدقيقة 70. وعاد البرازيل حينها ليتصدر واجهة المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة، خاصة وأن مباراة الدور الربع النهائي كانت في المتناول على الورق أمام منتخب الدنمارك. ولكن حقيقة الميدان كانت معاكسة، خاصة وأن منتخب الدنمارك تمكن من افتتاح النتيجة في بداية المباراة،
ولكن رونالدو لم يكن ليدع حدثا كهذا بدون أن يضع بصمته فيه. تمكن الظاهرة من تقديم تمريرة حاسمة في الدقيقة 10 لبيبيتو الذي عدل بها الكفة لفائدة السامبا، وتمريرة أخرى في الدقيقة 25 لريفالدو والذي استغلها كأحسن ما يكون وسجل بها هدف التقدم. لكن منتخب الدنمارك لم يستسلم وسجل هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق ميتشيل لاودروب، قبل أن ينهي ريفالدو أحلام الدنمارك في الدقيقة 59 ويضرب منتخب السامبا موعدا مع منتخب الطواحين الهولندية في الدور النصف النهائي. مع بداية الدور النصف النهائي لم يكن صراع الرباعي المتبقي صراعا على كأس العالم فقد كان أيضا صراعا على الكرة الذهبية، فبدون أدنى شك كان الذي سيفوز بالكرة الذهبية هو النجم الذي سيفوز بالمونديال. ومع تبقي كل من فرنسا والبرازيل وهولندا وكرواتيا كان يوجد سداسي مرشح فوق العادة للفوز باللقب الفردي الأغلى، فكان المرشح الأول والاستثنائي هو أسطورة منتخب كرواتيا دافور شوكر، والذي كان بكل تأكيد سيفوز باللقب في حال ما وصل منتخب كرواتيا للنهائي، بما أن شوكر كان قد فاز بدوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد وكان هداف المونديال ب6 أهداف. أما المرشح الثاني فكان زين الدين زيدان، والذي لعب نهائي دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس وانهزم أمام الميرينجي، وإقصاؤه لكرواتيا كان سيجعله المرشح الأول للفوز بالجائزة. أما المرشح الثالث فكان رونالدو، الذي فاز باليوروبا ليج مع نادي انتر، وبدرجة أقل ريفالدو والذي اكتفى بتحقيق الدوري مع البارسا، دون أن ننسى إدغار دافيدز والذي لعب هو أيضا نهائي دوري أبطال أوروبا مع السيدة العجوز، ودينيس بيركام الفائز بلقب البريمير ليج مع نادي أرسنال ونجم هولندا الأول في المونديال. كان دور نصف النهائي مسابقة داخل المسابقة بين هذا السداسي، فالكل يريد أن يثبت جدارته بالفوز بالكرة الذهبية. ومع بداية المباريات كان الظاهرة أول من يثبت نفسه بتسجيله للهدف الأول للبرازيل أمام هولندا في الدقيقة 46 من عمر المباراة، لكن باتريك كلايفرت كان له رأي آخر وعدل النتيجة في الدقيقة 87 لتحسم الأمور في ركلات الجزاء. سجل البرازيل كل من رونالدو وريفالدو وإيميرسون ودونغا، وسجل لهولندا فرانك ديبور ودينيس بيركام، لكن فيليب كوكو ورونالد ديبور عجزوا عن تسجيل ركلات الجزاء، وانتهت المباراة بفوز البرازيل بأول مقعد في نهائي المونديال، وتمكن رونالدو من إزاحة دافيدز وبيركام من طريقه. في الجهة المقابلة، وبعد أن افتتح دافور شوكر نتيجة المباراة لمنتخب كرواتيا، قلب ليليان تورام مدافع المنتخب الفرنسي المعطيات وسجل ثنائية مكنت الديكا من اللحاق بالسامبا في النهائي، ولم يبقى في الصراع سوى زيدان ورونالدو. وأمام 80,000 متفرج فرنسي قدم زيزو مباراة حياته، وتمكن من أهداء الديكا لقب كأس العالم الأول في تاريخهم، وأهدى نفسه كرته الذهبية الوحيدة، وخرج الظاهرة بدموع الهزيمة. تم الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية، وكان زيزو صاحب المرتبة الأولى بفارق كبير على أبرز ملاحقيه دافور شوكر، وحل رونالدو ثالثا. خرج رونالدو من المونديال مهزوما على جميع الأصعدة، فقد تأثر الظاهرة نفسيا بعد هذه النكسة، وبدأت تظهر عليه علامات الصدمة، وتتالت علاقاته النسائية، وأصبحت الصحف العالمية تتحدث باستمرار عن علاقات رونالدو. وبسبب العديد من الإصابات التي تعرض إليها في مونديال 98 والتي كان يتغلب عليها في كل مرة من أجل المواصلة وقيادة البرازيل، تعرض رونالدو إلى مضاعفات عديدة، وكان عبارة عن شبح منذ سنة 1998 وحتى سنة 2002. فمن جملة 250 مباراة لعبها الانتر في تلك الفترة، لم يشارك رونالدو سوى في 50 مباراة منها، حتى حلت سنة رد الاعتبار.
في عام 2002 دخل البرازيل للمونديال ولم يكن مرشحا للفوز باللقب، فقد تأهل أصلا بشق الأنفس بعد الفوز في الجولة الأخيرة من التصفيات أمام منتخب فنزويلا، وعجز عن الفوز بكوبا أمريكا لسنة 2001. كما أن أغلب نجوم البرازيل كانوا قد اعتزلوا اللعب دوليا على غرار كلاوديو تافاريل وآلداير وسامبايو ودونغا وبيبيتو، ولكن المدرب سكولاري فاجأ الجميع بأسماء جديدة، فقد استدعى أكثر من لاعب شاب ومغمور حينها مثل لوتشو وكاكا ورونالدينو وكليبرسون. ومع بداية المونديال لم يجد منتخب السامبا أي صعوبة في تجاوز الدور الأول بعد أن فاز في مبارياته الثلاثة أمام تركيا والصين وكوستاريكا، وسجل الظاهرة في أول 3 مباريات 4 أهداف، وأصبح مرشحا فوق العادة لكسر رقم بيليه الهداف التاريخي للبرازيل في المونديال، بما أنه سجل 4 أهداف أيضا في مونديال 98. وبخروج منتخب فرنسا من الدور الأول بسبب العديد من المشاكل بالإضافة إلى غياب زيدان، عاد البرازيل للواجهة، وأصبح اللقب محصورا بين البرازيل وألمانيا وإنجلترا. كان مونديال 2002 مليئا بالمفاجآت، لكن البرازيل كان يسير بخطى ثابتة. ففي دور 16 فاز السامبا على منتخب بلجيكا بثنائية بعد أن سجل رونالدو وريفالدو، ولكن في دور الربع النهائي اصطدم البرازيل بالمنافس الأشرس، وكان أمام أول اختبار حقيقي في المونديال أمام منتخب إنجلترا. المباراة لم تكن سهلة على البرازيل، فقد افتتح أوين نتيجة المباراة بتسجيل الهدف الأول للإنجليز، لكن تلك المباراة شهدت ولادة نجم جديد في الساحة العالمية اسمه رونالدينو، والذي تمكن في نهاية الشوط الأول من تقديم تمريرة حاسمة لريفالدو الذي عدل النتيجة، قبل أن يتمكن رونالدينو في الدقيقة 50 من حسم الأمور لفائدة السامبا وتسجيل الهدف الثاني، ويضرب البرازيل موعدا مع أحد مفاجآت المونديال منتخب تركيا. من الجهة المقابلة كان منتخب ألمانيا سيواجه المفاجأة الأكبر في مونديال 2002، وهو منتخب كوريا الجنوبية، والذي تمكن من إقصاء كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال. كانت مباراة تركيا من أصعب المباريات في مسيرة البرازيل، ولكن رونالدو تمكن من فك شفرة دفاع تركيا وسجل هدف الانتصار. وفي المباراة الثانية تمكن بالاك من قيادة ألمانيا لإقصاء كوريا الجنوبية بهدف في الدقيقة 75 ليضرب المنتخبين موعدا في النهائي. كان العالم بأسره مبهورا بأداء البرازيل وقتها، وواصل السامبا زحفه، ولم تكن مباراة ألمانيا أصعب من مواجهة البرازيل للأتراك، وتمكن رونالدو من حسم المباراة لفائدة البرازيل بتسجيله لثنائية حقق بها حلم المونديال. وبالنسبة لكرته الذهبية الثانية، فمنافس رونالدو الوحيد كان روبرتو كارلوس، بما أن الظاهرة تمكن في النهائي من التغلب على الحارس البايرن أوليفير كان، وبفارق ضئيل تمكن الظاهرة من تحقيق كرته الذهبية الثانية، والتي كانت الأغلى بالنسبة له، بما أنها تزامنت مع تحقيقه لأكبر أحلامه وهو تحقيق المونديال. كانت استراتيجية نادي ريال مدريد في تلك الفترة هي التعاقد مع نجم كبير في كل سنة من أجل تحقيق أعلى استفادة مالية من بيع منتوجات الفريق. وبعد أن تعاقد الميرينجي مع لويس فيغو في سنة 2000 ومع زيدان في سنة 2001 حان دور رونالدو. لم يكن ماسيمو موراتي رئيس الإنتر يرغب في التخلي عن نجم المونديال بمبلغ أقل من 100 مليون يورو حينها، بما أن فلورنتينو بيريز كان قد تعاقد مع زيدان مقابل مبلغ 75 مليون يورو، ولكن بيريز كان مفاوضا استثنائيا، وتمكن من إقناع موراتي بالتخلي عن الظاهرة مقابل مبلغ 42 مليون يورو. لم يحتاج الظاهرة فترة كبيرة للتأقلم مع الميرينجي،
ففي 6 أكتوبر سنة 2002 أقحم المدرب فيسنتي ديل بوسكي الظاهرة في المباراة التي جمعت ريال مدريد بديبورتيفو ألافيش، ولم يحتاج رونالدو سوى 30 ثانية لكي يوقع على أول أهدافه مع الميرينجي بعد توزيعة محكمة من زميله في المنتخب روبرتو كارلوس. وبعدها ب15 دقيقة سجل رونالدو ثاني أهدافه مع الريال، وتتالت المباريات ولم يخيب رونالدو ظن بيريز، وأنهى الموسم بتسجيل 30 هدفا رفقة الميرينجي، وأصبح بذلك هداف الفريق، وجاء في المرتبة الثانية بالنسبة لترتيب هدافي الدوري خلف الهولندي روي ماكاي لاعب ديبورتيفو لا كورونيا، وحصل على الدوري رفقة الريال. ولكن لم يكتب لرونالدو الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد أن انهزم أمام يوفنتوس دابته السوداء في دور النصف النهائي. في الموسم اللاحق واصل رونالدو زحفه رفقة الريال، وتمكن من تحقيق لقب هداف الدوري للمرة الثانية في مسيرته بعد 7 سنوات من آخر مرة تمكن فيها من تحقيق هذا الإنجاز، بعد أن سجل 24 هدفا في الدوري الإسباني. ولكن في المقابل كان موسم الريال سيئا للغاية رغم تواجد كتيبة من النجوم صلب الفريق، وعجز الميرينجي عن الفوز بالألقاب، وخسر لقب الدوري لفائدة نادي فالنسيا، واحتل المرتبة الرابعة خلف برشلونة وديبورتيفو لا كورونيا. كما خرج من دوري أبطال أوروبا من دور الربع النهائي أمام نادي موناكو، وهي ما كانت الخيبة الأكبر. وتتالت سنوات الجفاف للريال حتى حل فابيو كابيلو كمدرب للفريق موسم 2006-2007، والذي استبعد رونالدو من التشكيلة الأساسية وعوضه بفان نيستلروي. وبهذا قرر رونالدو في الشتاء العودة لإيطاليا من بوابة نادي ميلان مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو. فور وصوله للميلان بدأت حقبة رونالدو مع الفريق بتصريح استفزازي لجماهير انتر، حيث قال الظاهرة أنه حقق حلم الطفولة باللعب للبيج ميلان، وهذا ما اعتبره جماهير الانتر خيانة عظمى. بدايته في ميلان كانت كالعادة استثنائية، فقد سجل الظاهرة ثنائية في مباراته الأولى أمام نادي سيانا، وتمكن من تسجيل 7 أهداف في أول 12 مباراة لعبها. ولكن هذا لم يشفع للميلان الذي أنهى الدوري في المرتبة الرابعة. ولكن في المقابل تمكن الميلان من الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولكن بدون رونالدو، حيث أن هذا اللقب لم يحسب في مسيرة الظاهرة بما أنه كان مسجلا أوروبيا مع الريال، وبهذا ضاعت عليه فرصة التتويج باللقب المفقود. شرفت مسيرة الظاهرة في أوروبا على الانتهاء، فلم يبدأ رونالدو الموسم اللاحق رفقة ميلان بعد أن تعرض لإصابة على مستوى الفخذ، لكنه عاد في منتصف الموسم وسجل ثنائية أمام نادي نابولي، إلا أن لعنة الإصابات ظلت تلاحق الظاهرة الذي تعرض لأكثر من إصابة عضلية. ولكن وفي المباراة التي جمعت ميلان بنادي ليفورنو في 23 من فبراير لسنة 2008 انتهت رسميا مسيرة رونالدو في أوروبا في سن 31 عاما، بعد أن تعرض لإصابة على مستوى ركبته اليسرى، والتي تسببت في غيابه عن الميادين لفترة 9 أشهر. وتعرض رونالدو في فترة الراحة لأكثر من فضيحة جنسية. ولكن وثيقة انتهاء مسيرة رونالدو الأوروبية وقع عليها الطبيب المشرف عن حالته بعد أن اكتشف أن الظاهرة يعاني من قصور في الغدة الدرقية، وهذا كان كفيل بإعادته إلى الدوري البرازيلي بعد أن رفض ميلان تمديد عقد اللاعب ولو بنصف راتبه السنوي. وحينها أعلن رونالدو في مؤتمر صحفي عن اعتزاله للعب كرة القدم. ورغم العديد من الإغراءات رفض رونالدو اللعب مرة أخرى في الملاعب الأوروبية، ورفض عقدا سنويا من رجل الأعمال الإماراتي سليمان الفهيم يقدر ب9 مليون يورو مقابل اللعب في نادي مانشستر سيتي،
وعقدا خياليا آخر من رئيس نادي سيينا جيوفاني لومبارتي، والذي اقترح على الظاهرة مبلغ 100,000 يورو على كل هدف يسجله مع نادي سيينا، ولكن رونالدو رفض عرضه وعاد للبرازيل. بعد أن تمرن لأسابيع عديدة رفقة نادي فلامينغو في مسقط رأسه، وقع رونالدو مع نادي كورنثياس البرازيلي، وهذا ما اعتبرته جماهير فلامينغو خيانة لمدينة ريو دي جانيرو، بما أن الظاهرة سيلعب لنادي من ساو باولو. وفي 4 من شهر أذار مارس ظهر رونالدو لأول مرة في الملاعب بعد مغادرته للميلان، وتمكن في مباراته الثالثة مع ناديه الجديد من العودة لمعانقة الشباك بتسديدة رأسية، وتمكن من تسجيل 35 هدفا في 69 مباراة لعبها مع الفريق، قبل أن يعلن اعتزاله نهائيا عن لعب كرة القدم في 14 من شهر فبراير لسنة 2011. كان الظاهرة لاعبا استثنائيا وظاهرة بكل المقاييس، ولكن لعنة الإصابات وتمرده على كل القيود ساهمت في العديد من النكسات في مسيرته، ولكنه يبقى واحد من أعظم ما أنجبت كرة القدم. إذا كنت من الأشخاص الذين وصلوا إلى نهاية هذا الوثائقي، فاكتب لنا في التعليقات إجابة السؤال المفقود في هذا الفيديو: كم هو عدد الأهداف التي سجلها رونالدو في نهائيات كأس العالم لسنة 2006؟